عندما يتفوق الطالب على أستاذه. أوكي، أنا اسمي سارة، سورية. لماذا سارة الورع سبقت غيث مروان بالأرقام والمشاهدات؟ الكل بيعرف إنه سارة قبل ما تتزوج غيث ما كانت مشهورة أبداً، وهو يلي دخلها عالم السوشيال ميديا وعرف الناس عليها وعرفها على الناس. أنا كنت بيج فان. بس سارة بفترة قصيرة وبذكاء وثقة حساباتها على الانستغرام والسناب شات انفجرت بالأرقام والمشاهدات. شو أعمل لك إذا أنت وصلت 7 مليون أو 10 مليون؟ واو كتير حلو. شو رأيك؟ طيب كيف قدرت؟ لأنها عملت شغلات ما حدا قدر يعملها من صناع المحتوى. حفزت، نصحت، طبخت، تمرنت، سافرت، قدرت تساعد العالم بكتير مواضيع. والدنيا ما رح توقف نارا، والناس ما رح توقف كلامها. واليوم سارة قدرت تنافس أكبر الأسماء بالوطن العربي، نارين وشيرين ونور وأصالة المالح. ويلي بيميزها عن الباقي إنها استمرت ما شاء الله. مستحيل يمرق يوم وما تنزل مليون سنابة. وانتو برأيكم مين الرقم الصعب الجديد؟ سارة ولا نور ولا نارين ولا شيرين ولا أصالة؟ شو هاي منافسة بنوب أنا اسم